عسلامة. والله اليوم صبحنا على خبر وفاة السيد عادل فتحي صاحب قناة النقد. نتقدموا بعزائنا الخالص لعائلته وأولاده، والله يرحم وينعمه إن شاء الله مثواه الجنة. والله يرحم موتانا في تركيا وفي سوريا. كارثة كبيرة بصراحة، فوق 7000 شهيد، الله يرحمهم وينعمهم. وبصراحة اللي عملوا أستاذ رضا اليوم خرج بفيديو عزاء لأولاد السيد عادل فتحي ويترحم عليه وطلب من متابعينه يعني الدعاء، يعطيه الصحة. حاجة إيجابية من ناحيته، بالرغم اللي كانوش قبل معناها كانوا مش متفاهمين، ولكن في الموت ما فماش شماتة. الموت يعني سبب، ما هيش خاطر هذاك دعا عليك ولا هذاك عمت له انت الخايب مت ولا حاجة، كل حاجة في بلاصتها. الموت ربي كي مكتب لك وقتها باش تموت، يعني عملت الباهي ولا الخايب باش تموت باش تموت. والله يرحم موتانا الكل. وحبيت نحكي في الموضوع هذايا، خرجت لكم فيديو متاع قبر جدتي وقبر بابا. كان ولدي كنا في الصيف في تونس، ولدي يحط في الزوال. الله يرحمهم الناس الكل ويرحم ابائنا وامهاتنا واجدادنا وربي يصبرنا عليهم. ولازم واحد يحضر لاخرته بصراحه، هكا ريتو كيفاش معناها في تركيا كانوا قاعدين رايدين 7000 واحد في نهارين. الله يرحمهم. وكهو مرة وباء، مرة حرب، مرة زلزال، مرة فيضانات، ما تعرفش. واحد سيد عبد الفتحي كان قاعد توفى، ماذا بينا واحد يخدم في دنيته ويخدم لآخرته، زادا يحضر لآخرته، مش يخدم كان للدنيا، خاطر ما تعرفيش عند شكون تو. وكهو ربي صبرنا على أهالينا. وانا بصراحة فرحت على الفيديو اللي عملوا أستاذ رضا الصباح، كان بصراحة حاجة إيجابية للناس الكل. برشا قنوات عجبتهم وتكلموا في الموضوع هذايا. نقولوا ربي يخلي لك أمك وإن شاء الله ترجع لك من الحج سالمة غانمة، وإن شاء الله زيدا المدام تعمل كيفك وتخرج فيديو وتعزي عائلة أستاذ عادل فتحي، خاطر الدنيا هذه ما هي دايما حد ولا تقول خاطر هو تكلم عليا ولا خاطر عمل عليا، ولا هو قناته قناة نقد ومن حقه انه ينقد اي قناة، والموت علينا حق الناس الكل. وباي باي.